الزمالك في هذه المباراة. حكم اللقاء النرويجي سفاين أودفار موين يعطي إشارة الانطلاق والبدء للقمة. ترجع الكرة مرة أخرى لعمرو السولية، يتقدم وقرر التسديد لكن كوفي بالمرصاد. لسه الكرة حائرة لكن في النهاية تدخل قوي من وليد سليمان وعتاب عنيف ايضا من طارق حامد. هيبقى في قرار نرويجي ولا ايه؟ المساعد شاف كل حاجة. المساعد الاول كيم توماس هاجلوند رأى كل شيء. انتهى الموقف بسلام الحمد لله. وليد سليمان يتلقى بطاقة صفراء. ادي التدخل اهو، ادي وليد سليمان وتدخل عنيف بالفعل على محمد عادل جمعة. مرة تاني النادي الاهلي لعمرو جمال، يرجع عمرو في نص الملعب، توصل لحسام غالي، يلعب الكرة الطويلة خطيرة 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 جدا جوه منطقة جزاء الزمالك. ومرة تاني بيحاول مؤمن يعدي لكن يتصدى علي جبر وحمادة طلبة. لسه الكرة مع مؤمن والهجمة الأهلاوية ما زالت مستمرة والكرة لسه جوه الملعب وحكم اللقاء قريب جدا ويشير بالاستمرار. يتقدم من ناحية اليمين، ترجع الكرة مرة تاني لأحمد توفيق، حاول المرور، طالت الكرة لكن لسه جوه الملعب ولسه خطيرة جدا. والكرة العرضية وصفارة ورايا وضربة ركنية للزمالك. كابتن حلمي وجهازه الفني معروف يوسف ومايوكا على دكة البدلاء، بينما الضربة ركنية زملكاوية من ناحية اليمين. 1-1 في الركنيات، 0-0 في النتيجة. والقدم اليسرى لأيمن حفني والرقم 14 أحمد عادل عبد المنعم في حراسة مرمى النادي الأهلي. والضربة الركنية عن طريق أيمن، تتلف الكرة تخرج تروح لبعيد ورأسية لكن سهلة وضعيفة وبعيدة ويمسكها أحمد عادل عبد المنعم. الكرة ادي الضربة الركنية من أيمن حفني اللي اتلعبت على حدود منطقة الجزاء كده وراحت من باسم ضعيفة. كهربا تتلعب بالعرض خطيرة جدا جوه منطقة الجزاء لكن فاتت وهربت من باسم مرسي. تلفت الكرة الثاني جوه منطقة الجزاء لكن بعدت ويبعدها دفاعنا الآن بلا أهداف. 676 هدف في مسابقة الدوري العام حتى الآن. مين يسجل الهدف رقم 677؟ ادي الكرة مش ممكن. أيمن حفني في منطقة جزاء النادي الأهلي والكرة الأقرب والأخطر في المباراة حتى الآن بعد تمريرة روعة من محمد. هو 1-2 الحقيقة ما بين الاثنين الموهوبين. أيمن حفني بدأها، محمد إبراهيم كملها، أيمن يختمها لكن فوق العرض. لسه بنتكلم عن الهدف 677 لكن كرة أيمن حفني تعلى فوق عرضة مرمى النادي الأهلي وتضيع فرصة قريبة جدا من نادي الزمالك. اتحرك بشكل رائع أيمن. وكمان في كلام عن علي لطفي. يعني اتلعبت الكرة مرة تانية، طارق حامد يلعبها في مساحة جميلة جدا لأيمن حفني ويطلع له حمادة طلبة لكن أيمن يعتمد على نفسه، يدخل في منطقة الجزاء، يمر من الدفاع الأهلاوي لكن في النهاية زحمة في منطقة الجزاء وتعود من جديد. أخيرا اللي ضاعت، اتلعبت الكرة ادي غلطة وادي كهربا واتلعبت تاني جوه منطقة الجزاء لكن فاتت، لعبت ورا أيمن لكن في النهاية الحقها أيمن حفني. تلعب تاني على الأرض على حدود منطقة الجزاء محمد إبراهيم، ترجع لطارق حامد ناحية اليمين فاضي أيمن حفني. طارق حامد اتخذ قرار التسديد والتصويب من بعيد لكن خرجت بشكل مش مظبوط ويفتقد للدقة. حاول مرور لكن ما كملتش، اتقطعت، تحولت هجمة مرتدة. النادي الأهلي في مساحة مؤمن وحمادة يكمل مؤمن زكريا يلعبها على حدود منطقة الجزاء. حسام غالي ومرة أخرى فرصة للتسديد وتسددت فعلا، دربكة وارتباك. حسام غالي جوه منطقة الجزاء والكرة العالية ومرة تاني وليد سليمان يسدد لكن تحديدا هاوجز هوند واللي احترف في التحكيم وتفرغ للتحكيم وهو دولي طبعا من عام 2005. ادي تسديدة وليد سليمان الأخيرة ما لبستش في وش رجله زي ما بنقول. حسام غالي
اتلعبت الكوره جميله جدا. عمرو السوليه يكمل في مواجهه كوفي. السوليه وكوفي يلعبها بعرض الملعب لعمرو جمال على حدود منطقه الجزاء. مره ثانيه السوليه. الاهلي الان بيرد على هجوم وعلى سيطره الزمالك اللي كانت في الدقائق اللي فاتت. تلعب الكوره مره ثانيه من حسام عاشور ناحيه الشمال لصبري رحيل. اوفر جميل من صبري رحيل والكوره العرضيه لكن لم تكتمل. الشناوي في مرماه والكل مستني والكل مترقب والكل متأهب. احمد فتحي يلعب الكرة جميلة جدا مش ممكن. هي دي الاخطر من على خط المرمى. رأسية احمد حجازي يشيلها محمد عادل جمعة من على الخط من قلب الجول من قلب. بص شوف محمد عادل جمعة فين من على الخط. تنشق الارض عن محمد عادل جمعة وينقذ مرمى الزمالك من هدف مؤكد. هي الاخطر وهي الاقرب. كرة ايمن حفني خطيرة لكن مش بالخطورة. واتردت الكرة طبعا لعمرو جمال اطاح بيها في المدرجات. رأسية حجازي وانقاذ محمد عادل جمعة بعد ما الكرة فاتت ومرت من الكل وبعد متابعة أسامة عرابي ودكة بدلاء النادي الأهلي والحسرة على ضياع فرصة ذهبية. بالفعل هي فرصة ذهبية يمكن أكتر من كده كمان. سفاين أودفار موين حكم اللقاء النرويجي يبدو أنه مش معتاد على حرارة الأجواء. أدار مباريات كتير مباريات تشامبيونز ليج كتير على فكرة منهم بايرن والأرسنال بشكل رائع جدا يخلصها. تتنقل تاني لحسام عاشور وحكم اللقاء قريب. الانذار الوحيد حتى الان في هذه المباراة لوليد سليمان وادي انذار لمحمد ابراهيم. لكن خلينا نتابع اللي هيحصل في الدقائق الاخيرة في الشوط الاول. احمد حجازي امامية وطويلة من احمد حجازي. فاتت الكرة وعدت وخطيرة جدا جوه منطقة الجزاء وادي الكرة العرضية لكن يبعدها جمعة. وليد سليمان يكمل 0-0. حمادة طلبة نقلت ناحية اليمين. احمد توفيق ياخد مكانه ويجري ويستلم بالفعل واتلعبت الكرة مشيت بالعرض لكن عدت من قدام باسم مرسي بشكل غريب لكن طالت منه وخرجت. لعبت الكرة مرة تانية على الارض لحسام عاشور في صفارة وفي ضربة حرة ويبدو انه في انذار كمان. انذار بالفعل في لاعب من النادي الاهلي. هنشوف التدخل يبدو ان هو كان عنيف برضه. حمادة طلبة وانذار لكن تخبط فيه عمرو السولية. تعود مرة اخرى لمحمد ابراهيم لايمن لمحمد ابراهيم. الثنائي الرائع وفرصة كبيرة جدا للزمالك جوه منطقة الجزاء لكن ضاعت في النهاية. تعود من جديد باسم مرسي حكم اللقاء ينظر في ساعته. مباراة الكاس زي ما قلت ثم سان داونز 17 يوليو القادم. ضربة حرة صفارة من النرويجي وانذار اخر لطارق حامد المرة دي ولا احمد توفيق. من الشوط الاول في انذار لمحمد ابراهيم وحمادة طلبة والان انذار لاحمد توفيق. بينما لاعبي النادي الاهلي فقط وليد سليمان. تاني الكرة احمد توفيق 1-2 جميل. احمد توفيق يكمل. احمد توفيق ينطلق للامام وحسام عاشور يسقطه على الارض واحمد توفيق بيطالب بانذار لحسام عاشور. حكم اللقاء اكتفى باحتساب الخطأ. اتلعب الخطأ بسرعة. محمد عادل جمعة والعرضيات من الجهة اليسرى وادي الكرة الرأسية. علي جبر يا ولد يمر علي جبر المرة دي. مشي هيرجع تاني ولا ايه؟ هيرجع تاني. لا كمل المرة دي. علي جبر ده دخل كمان جوه منطقة جزاء النادي الاهلي وادي الكرة والمرور من كهربا لكن ما كملتش الهجمة ولم تكتمل الهجمة عند اقدام محمود عبد المنعم كهربا. جيش في بور توفيق الملعب اللي اقيم من اجل كاس العالم للشباب في 2009 وكان في مجموعة احتضنت بعض المباريات. كانت الامارات والولايات المتحدة لعبوا هنا في هذا الملعب 45,000 متفرج لكن كما نرى المدرجات خاوية على عروشها ونتمنى يا رب أمنية والله صادقة من القلب يعني
بدلا من هذه المباريات الاشبه بالمآتم. نتمنى ان شاء الله عودة الجمهور من الموسم القادم وتتحل كل المشاكل. هجمة خطيرة جدا للنادي الاهلي، وعلي جبر تاني بالمرصاد ويبعدها الى ضربة ركنية. هجمة اهلاوية من ناحية الشمال واتلعبته وليد سليمان للمرة الثانية يحاول بقدمه اليسرى في هذه المباراة. ادي ابعاد الكرة من جانب دفاع نادي الزمالك، ما كانش مظبوط، ما كانش دقيق. اتصلحت الكرة قدام وليد اللي لعبها، لكن انقذها علي جبر قبل ما تعدي وتمر اصلا لاحمد الشناوي. ضربة 19، تعادل سلبي من قبل، ولا نتمنى ابدا انه يكون نصيبنا وحظنا موعدنا مع التعادل السلبي رقم 20. النتيجة كما نقول أو كما نصفها دائما يعني هي النتيجة الأسوأ في كرة القدم. انذار آخر للنادي الأهلي المرة دي ليكتمل عدد الانذارات في هذه المباراة ل5. انذار لكن حمادة وجد نفسه اهو في مركز ظهير الأيمن اهو. ادي حمادة طلبة هو اللي بيقود الهجمة المرة دي. حمادة يرفع يرفع يرفع، حمادة يرفع، حمادة يلعب، والرأسية بره الملعب وضربة ركنية زملكاوية. باسم مرسي 7 أهداف في الدوري، كان اخرهم امام سموحة في المباراة الاخيرة. رأسية باسم، لكن كان الاقرب فتحي يلمسها قبل باسم. 3-2 في الركنيات للنادي الاهلي، تفوق طفيف جدا. وادي ركنية زملكاوية ومرة تاني لكن في الشبكة من بره. باسم يحاول لكن رأسية توصل لحسام غالي. اتلعبت لعمرو جمال، يجري احمد فتحي ياخد مكان، لكن الاقرب والله اللعب استمر ولا يوجد خطأ. محمد عادل جمعة اصيب، وليد سليمان يكمل في الهجمة، يدخل في منطقة الجزاء، تلعب الكرة في منتهى الخطورة. عمرو جمال وبروح رياضية بالفعل يعني تعكس ما يحدث بين لاعبي الفريقين من بداية المباراة. بقول لكم من بداية المباراة في تدخلات عنيفة وفي فاولات وفي اخطاء وفي يعني، لكن في النهاية بتلاقي فيه اعتذارات وفي روح رياضيه. ادي نموذج يعني. شوف عمرو جمال هجمه واعده جدا، لكن محمد عادل جمعه على الارض، وعمرو فضل انه يخرج الكره بره للاطمئنان على محمد عادل جمعه اللي اصيب في الكره الاخيره دي زي ما احنا شايفين امام وليد سليمان. هل هيكمل ولا لا؟ هنشوف. لكن الان تاكدنا ان مؤمن زكريا هو اللي مش هيكمل في النادي الاهلي. هيخرج مؤمن ويدخل رمضان صبحي اللي زي ما بقول هو صاحب اكتر عدد مراوغات صحيحة بين كل لاعبي واندية الدوري العام الممتاز المصري. 92 مراوغة صحيحة. ايمن حفني 72 مراوغة، لكن بدقة في الوقت اللي بيدفع فيه مارتن يول بالورقة الرابحة. رمضان صبحي يرد محمد حلمي فورا ويدفع بمصطفى فتحي على حساب كهربا اللي